هاد الصورة اللي غتشوفوا قدامكم هي ديال الكسندر واللي كان ضحية ديال اختطاف من قبل دب كما كتسمع. في هاد الفيديو غنتعرفوا على القصة ديال الكسندر، هادشي اللي غنتعرفوا في هاد الفيديو. القصة غتبدا من اللي واحد الصيادة كانوا غاديين بالكلاب ديالهم حتى كيتفاجئوا بالكلاب ديالهم غاديين قاصدين واحد الكهف، واللي كنظن انه اثيراتهم الريحة اللي فيه، وبداو كينبحوا بواحد الطريقة اللي مبالغ فيها. وهنا دخلوا الصيادة باش يشوفوا شنو كاين، وهنا غيتصدموا الصيادة فاش غيلقاو الجسد ديال الكسندر مجبد في الارض ومسلوخ كامل، وكتبان حالته حالة كما كتشوفوا في الصورة. وفي الاول كان كيبان بحال شي جثة، وهادشي اللي ظنوه كاملين قبل ما يتفاجئوا انه باقي على قيد الحياة. ديك الساعة بغاو الصيادة يتواصلوا معاه ويعرفوا شنو كاين، ولكن الكسندر كان مهلوك بزاف وكيحرك غير يديه ورجليه ما كيحركهمش. وبصعوبة بقى كيلحى عليه واحد الصياد شنو سميتك، وبصعوبة خرج الاسم ديالو اللي هو الكسندر. حدود الساعة حتى شي واحد ما كان عارف الحقيقة، حيت داكشي اللي يقولوا الكسندر من بعد غيصدم كلشي. الكسندر غيقول لهم بانه تعرض لهجوم من قبل دب اللي اللون ديالو بني، وضربني بزاف ديال المرات لدرجة انني ما قدرتش نتحرك، وكنت كنظن انه غيفترسني حتى كنت فاجئ انه جرني وتم غادي ندخلني للكهف. كل نهار كيدوز كنت كنظن انه غادي ياكلني، ولكن العكس اللي وقع، ما كنتش قادر نتحرك نهائيا، وبرغم ذلك بقيت صامت وبقيت كنشرب في البول ديالي باش نبقى عايش. الاطباء وصفوا هادشي كامل بمعجزه، والحاجه اللي كتاكد الروايه ديال الكسندر شيئا ما، واللي معروف على الدبابه البنيه انها كتدفن الضحايا ديالها قبل ما تقتل، وبعض المرات كدوز مده طويله بزاف باش ترجع لداكشي اللي دفناتو. وكيقول ايفان سيلوشكي من الاكاديميه الروسيه للعلوم على ان الدبابه البنيه كتخفي الضحايا ديالها على الاعداء ديالها اللي كاينين في المنطقه، وهي معروفه انها كتخلي الفريسه ديالها مدفونه حتى كتحلل، من بعد كترجع تقصيها باش تجيها سهله في الهضم. واه على قصه! شنو بان لكم، واش قصه حقيقيه ولا الكسندر غير طالقها علينا؟ ايوا وصلنا لاخر الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب وشي كومونتير زوين في حالكم. يلا بيس.